اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. لسه مكملين معاكم في افضل الافلام اللي لسه نازلة جديدة وتستحق فعلا المشاهدة، بدل ما تضيع وقتك على فيلم ويطلع في الاخر مش قد كده. احنا مكانك وبنرشح لك الافضل في الافلام الجديدة، وكالعادة في اختياراتنا دايما بننوع في الاختيارات ما بين الاكشن والدراما والكوميدي والرومانسي والجريمة كمان، عشان الاختيارات تناسب كل الاذواق. حلقة الأسبوع ده اللي مميز فيها إن الاختيار اللي في المركز الأول مش من الأفلام الجديدة أوي اللي لسه نازلة، بس هو لسه نازل من فترة قريبة. بس الفيلم ده عجبني جدا لأني لسه شايفه أخيرا، وقلت لازم أرشحه لكم في قائمة النهاردة. يا رب الاختيارات بتاعت القائمة كلها تعجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة المميزة جدا. في المركز الخامس معانا النهاردة اخترنا فيلم دراما وتشويق من بطولة مميزة جدا لجيسيكا تشاستن وأنا هاسوي، وهو فيلم ماذرز انستنت. الفيلم اللي بتدور أحداثه سنة 1960 في أمريكا. كان عايش أليس وسيلين، ودول اتنين جيران في نفس المنطقة وعايشين جنب بعض، وغير الجيرة اللي بينهم كمان بيجمعهم ان جوازهم أصحاب، ده غير ان أولادهم كمان في نفس السن وأصحاب في المدرسة وفي البيت، وده اللي خلى العيلتين قريبين جدا من بعض. الحياة هادية جدا في بين العيلتين دول وتمام جدا، لحد ما في يوم ابن سليم ماكس كان واقف في البلكونة بيحاول يبني بيت للطيور، وشافته أليس، وده اللي خلاها تجري بسرعة على بيت سيلين اللي كانت مشغولة في التنظيف وما كانش سامعاها، وجريت عشان تحاول تلحق ماكس. بس للأسف بقى كان الوقت فات وماكس وقع من البلكونة ومات. ومن ساعتها بقى العلاقة ما بينهم باظت خالص. بس تفتكروا بقى العلاقة باظت لحد فين؟ كل ده هتعرفوه في أحداث الفيلم الحلو ده. Our son. It helps me to spend time with Theo, but it helps him too. Do you miss him? Celine's my friend. Get off the balcony! Alice, what's wrong? Did you put Theo on that balcony to test me? Do you think I'm capable of that? She wants us to pay for Max. You're just accusing me of being some kind of monster. You're losing touch with reality. Leave my family alone! I'm not imagining things. في المركز الرابع اخترنا لكم النهارده فيلم جريمة وإثارة حلو قوي، وهو فيلم ذا لاست ستوب ان يوما كاونتي. وهو الفيلم اللي بتدور أحداثه في مكان صحراوي بعيد في منطقة يوما في السبعينات. وبيحكي الفيلم بقى عن راجل عادي جدا بيشتغل بياع سكاكين المطبخ، وكان رايح يزور بنته سارة اللي عايشة مع طليقته بمناسبة عيد ميلادها. وهو في الطريق، وبالأخص بقى في منطقة يوما دي، العربية بتاعته البنزين بتاعه بيحس ان هو قرب يخلص، فبيخش محطة بنزين هناك في الطريق عشان يحط بنزين للعربية. بس للأسف بقى بيكتشف ان محطة البنزين كمان فاضية، ولسه العربية اللي هتنزل بنزين ما جاتش لحد دلوقتي، غير ان كمان اقرب محطة بنزين على بعد 160 كيلو، وده طبعا البنزين اللي معاه مش هيكفي ان هو يكمل الطريق. وده اللي خلاه يقرر ان هو يستنى في مطعم المحطة عشان يستنى عربية البنزين على ما توصل، وبعد كده يحط البنزين. واما دخل المطعم لقى ان ناس كتير قوي من اللي قاعدين بنفس السبب برضه مستنيين البنزين لحد ما يجي. وفجأة واحدة دخلت عربية غريبة جدا فيها شخصين اغرب من بعض. يا ترى بقى ايه حكايتهم هما الاتنين وايه اللي هيحصل لهم؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الحلوة قوي ده. Jesus Christ, does everybody have a gun? Just like Bonnie and Clyde. I want some of that money. But it just turns out that way. When you think you're so smart, you I'm not the bad guy, okay? Do it already, darling. What's the plan now? What? You may not always like it, but it just turns out that way. You learn something new, that's all you say. You learn something new every day. في المركز الثالث معانا النهارده اخترنا واحد من اجمل افلام الانمي اللي نزل الفتره الاخيره. فيلم انمي مختلف جدا وعباره عن اكشن وغموض، هو فيلم مارس اكسبريس. الفيلم اللي بتدور احداثه سنه 2200 لما هيكون بقى خلاص كوكب المريخ هو حي الاغنياء، واللي مقيمين فيه كمان هم الطبقه العليا، والارض خلاص بقت هي مجرد حي للفقراء. واحنا دلوقتي بقى على المريخ،
اللي عايش فيه البشر مع الروبوتات اللي منهم لسه بالشكل القديم الحديد اللي نعرفه، ومنهم اللي متنكر بقى في شكل جلد شبه الإنسان بالظبط، لحد ما في يوم بيكلف راجل أعمال غني جدا المحققة الخاصة ألين روبي وشريكها كارلوس ليفيرا. وكارلوس ده هو في الأصل روبوت بس متكون من بيانات جندي كان مات في معركة. بيكلفهم بقى ان هما الاتنين يحققوا في قضية قتل عشان يوصلوا لقاتل متسلسل. القاتل ده عايز يعمل خلل في الكون كله. يا ترى بقى هما بيدوروا على مين وايه اللي وراه؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. Toi construire un vaisseau spatial? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot? Regarde ce que je vois en thermique. Vous avez des prostituées humaines? Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur? C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne des robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile! J'arrive, Aline! في المركز التاني معانا النهارده اخترنا فيلم اكشن كوميدي من بطولة مميزة جدا لرايان جوسلينج وايميلي بلانت، وهو فيلم ذا فول جاي. الفيلم اللي بتدور احداثه حوالين مؤدي المخاطرات السينمائية او زي ما بنسميه في مصر كده الدوبلير، كولت بيفرز، اللي بيشتغل دوبلير لممثل اكشن مشهور اسمه توم رايدر. كولت بتجمع علاقة حب مع المصورة جودي مورينيو. وكولت بقى وهو مرة بيعمل مشهد أكشن في فيلم بيحصل له حادثة بتصيبه بجروح جامدة، بس ما كانش المشكلة هي مشكلة الجروح، إنما المشكلة إن الحادثة دي فقدته الثقة في نفسه خالص، وبتخليه يقرر إن هو ينهي حياته المهنية وينهي كمان قصة حبه مع جودي، ويقرر إن هو يبعد عن كل الناس ويروح يشتغل جرسون في مطعم صغير، عشان بعد 18 شهر يجيله مكالمة من منتجة أفلام توم رايدر إن جودي خلاص بتعمل أول فيلم من إخراجها ومحتاجة معاها في الفيلم. قرر على طول إن هو يوافق على أمل إن هو يرجع حبه تاني، بس لما بيروح بقى الفيلم ويروح التصوير بيكتشف إن هو واقع في مؤامرة كبيرة قوي. يا ترى بقى إيه هي وإيه اللي هيحصل له؟ كل ده هتشوفه في أحداث الفيلم الحلو قوي ده. Yeah, man. It's too dangerous. Gotta be stairs. What happened to your face? You look terrible. You look amazing. You fall down, you get right back up. How far would you go for the one that you love? I'll buy you a drink when this is over. Engage your core. Let's do it later. Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. في المركز الأول معانا النهاردة هو الاستثناء من الأفلام الجديدة، بس الفيلم ده الصراحة شفته مؤخرا وعجبني جدا فقلت لازم أرشحه. هو فيلم ذا اوتفيت. الفيلم اللي 2 من صناعه خدوا أوسكار قبل كده، أولهم اللي كاتب السيناريو جراهام مور، والتاني هو بطل الفيلم مارك ريلانس اللي فاز بالأوسكار عن دوره الرهيب في فيلم بريدج اوف سبايس. وبتدور أحداث الفيلم بقى في فترة الخمسينات في مدينة شيكاغو، وبالأخص عند محل خياط بدل بتاع واحد اسمه ليوناردو بيرلينج اللي بيعتبر فنان في مهنته دي، بعد لما اشتغل في أكبر محلات لندن محل سافير رو لأكتر من سنة. وبسبب شهرته الكبيرة وشطارته جدا في الخياطة بدأ المحل يجذب ليه الأغنياء اللي موجودين في المدينة كلهم. ومن الأغنياء طبعا لازم نلاقي مين؟ أكبر رجال العصابات اللي كمان من حبهم في المكان وثقتهم إن مكان آمن كانوا بيبادلوا فيه الرسايل والخطط بتاعته. كل ده تمام طالما ليوناردو بعيد عن شغلهم، هو في الاخر مجرد خياط، لحد ما هيجي يوم ويلاقي نفسه واقع في ورطة كبيرة قوي ممكن توديه ورا الشمس. يا ترى بقى ايه اللي حصل وهيتصرف ازاي؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة النهاردة انه يكون المركز الاول معانا. You need to tell me what really happened in here tonight. Now. You got 5 seconds to tell me what happened. Open the trunk. What? Open the trunk and grab his arms, or I'm hiding 2 bodies. 5. A number of things about me. 4. Where's the tape, Francis? 3. I'm telling you, this is the truth. You want to survive the night? You look them dead in the eyes, and you pretend you're one of them. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس
واستنى كل جديد. خلص الكلام. سلام.